اليوم قررت أسوي حنة بني فاتح مايل للشقر. نضيف البابونج، الكركديه، نضيف اللافندر لكثافة وطول الشعر، المحلى بيحد من تساقط الشعر ويعيد نموه، بذور الكتان، ريثة، شيكاكاي، الأملة راح نضيفها. هاي هي مجموعة الأعشاب الهندية. هسه نجي لأهم مكون اللي هو الكركمين، كركم عضوي خام. الكركم والبابونج أهم مكونين بهاي الوصفة، ينطونا شعر بني فاتح مايل للشقر بالاستمرار. نضيف ماي ونغلي الأعشاب مدة 10 دقائق وبعدين نصفيهم ونسوي بيهم الحنة. بعد 10 دقائق انغلت الأعشاب اللي هي مو فقط تنطي لون وإنما كنزت كثافة وطول الشعر. تقدرون تعجنونها بس بالحنة. بالنسبة لي ضفت مورينجا ونواة تمر وسدر. ضفت حنة حسب طول وكثافة شعري. إذا ما تعرفون قد قياسكم ضيفوا بالتدريج لحد ما تعرفون قياسكم المضبوط. هنا أنا ضفت ملعقة سدر، ملعقة نواة تمر، ملعقة مورينجا. هنا أنا ضفت المغلي بعد ما برد وعجن الحنة وياه. ضفت كركمين باودر حتى يكون اللون مركز أكثر، وخلطت بالخفاقة الكهربائية أو البلندر حتى يكون القوام أفضل وما تبقى أي شي بشعركم، يعني بسرعة تنزل بالغسل.